ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو جديد بقى. هنعمل ايه؟ جايبه شويه طلبات كده هوريهم لكم، وان شاء الله هنعمل سمك وهنعمل رز. هنعمل كله ان شاء الله في الفيديو، بس خليكم معايا عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه ايه؟ بصوا، جايبه نص لحمه اهو. بس يا حبيبي معلش انا فصلت الفيديو بس عشان الاذان، كان الاذان بيدن. انا اوريكم دوت، جايبه نص كيلو لحمه اهو، فرماه عشان ان شاء الله هنشوف هنعمل بيه ايه. ودوت سجق اهو، وجايبه اللهم صل على سيدنا محمد كفته اهي. بس يا جماعه اكتبوا لي يا حبايب قلبي في الكفته دي، اكتبوا لي في الكومنتات حلوه ولا لا. انا اول مره اجربها. انا لما بعمل كفته بعملها بجيب لحمه وبعملها، بس اول مره اجرب. بصوا يا حبايبي بقى، انا جبت الخيار دوت اهو، هو كبير شويه ب10 جنيه الخيار ده هو. والمصارين انا وريتها لكم اهي، دي ب70 جنيه وديت ب25 جنيه. البلح ده انا قلت لكم ب5 جنيه دوت، اللهم صل على سيدنا محمد. ده ب70، ودوت ب65، ودوت ب60. بس اكتبوا لي في الكومنتات يا حبايبي نوع الكفته ده هو حلو ولا ايه. انا اول مره بصراحه، اول مره اجيبه. اكتبوا لي في الكومنتات حلو ولا لا. انا لقيت الناس كلها بتاخد منه، قلت اخده اجربه. الكل بيشكر فيه بصراحه وبيقول طعمه جميل. انا جبته عشان نجربه ونعمله ان شاء الله مع بعض. اكتبوا لي في الكومنتات بقى النوع ده حلو ولا لا. وده السجق دوت انا بنتي طلبته جبته، وبصراحه كريم ابني عمل منه دلوقتي، خد 3 اجزاء كده وعملهم حتى مكانه معاه. بيقول لي جميل جدا يا ماما، بيقول لي طعمه جميل جدا. واللحمه ان شاء الله هنعمل بيها، ان شاء الله هنشوف هنعمل بيها ايه سوا. وجبت يا حبايبي طماطم، انا وريتها لكم مره بس معلش عشان الاذان بفصل الفيديو. ديت الاتنين ب25. وده دي كده تشكيله، ده كمون على فلفل اسمر على بهارات على حبه البركه، يعني كل حاجات ملخبطه كده في بعضها، دي تركيبه على بعضها كده زي البهارات كده. ومرق الدجاج
وملح صيني كله عليها ب25 جنيه ربع كيلو. دي بامية اهي، بامية دي ب10 جنيه، ب15 جنيه اسفة، تشيل كبيرة. جبت كيلو ب15 جنيه. هما دول يا حبايبي الطلبات اللي انا جبتها النهاردة. اكتبوا لي بقى في الكومنتات الحاجات اللي انا جبتها دي حلوه ولا لا، والمصارين ديت ان شاء الله نعملها سوا. اكتبوا لي في الكومنتات دي احسن ولا الكردان الاحسن. انا بجيب الكردان طوالي، بس اول مره اجيب دي، بس الوليه شكرت لي فيها وقالت لي ده جميله، قلت اجيبها ونجربها سوا. والخيار والبلح يعني دول كنت بره وجبت شويه طلبات وانا جايه. وتعالوا يا حبايبي بقى نشوف ان شاء الله هنعمل ايه مع بعض النهارده. يا حبايب قلبي هنعمل ايه؟ معنا شويه سمك اهو، سمك بلطي اهو، بصوا هنعمله النهارده. وهنعمل رز صيادي، رز صياديه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنولع الزيت اهو. انا مخرطه البصل ومجهزاه اهو، مخرطه البصل ومجهزاه. واحط الزيت. ان شاء الله النهارده يا حبايبي قلت ايه؟ نعمل شويه السمك دول مع شويه رز كده مع شويه سلطه، ونظبط بقى الاكله. وكل يوم بده كل يوم يعني موجود بنمشي بيه. يوم سمك، يوم رز، يوم طبيخ، بنمشي كل يوم حاجه كده. قولوا لي بقى انتوا بتعملوا زيي ولا كل يوم بتحتاروا كده تعملوا اي اكل، ولا بتدوروا لازم تعملوا اكل معين؟ بصوا يا حبايبي بقى احنا هنحط البصله وهنسيبها تتحمر مع بعض نفسها. وهنعمل ايه؟ هنروح ننضف السمك. انا الحقيقه نضفت السمك ده معاكم كتير، بس برضك هنضفه. انا بقص دي كده اهي. هو في كبير وفي صغير، عشان زي ما قلت لكم يا حبايبي دوت جوزي بيصطادوا ده، انا ما بشتريهوش. هو عنده صناره بيجي ساعات من الشغل بيطلع يقعد بيها، ربنا بيرزقه بحته بحتتين. انا بحوشه لحد ما يجوا شويه كده اكن عليه يعني. شوفوا في صغير وفي كبير وفي موسطن وفيها، يعني مش كله حتت واحده، في كده وفي كده. هو بصراحه عنده غايه الصيد، بيروح بقى بيحب يجي كده يطلع يقعد يوم اجازه، بيطلع يوم جاي وفايق كده مش تعبان من الشغل بيطلع برده. مرة يجيب و10 ما بيجيبش. الحتة اللي بيجيبها انا بحوشهم لحد ما يجوا عليا كده ورا عاملاها. لان انا زي ما قلت لكم قبل كده يا حبايب قلبي احنا يعني في الاكل مش قد كده. الاخرى اقل حاجة بتكفينا. انا لو عملت اكل كتير بتبقى فيه ممكن يعني يكون في ضيوف متصلين بينا ان هم هيجوا ان شاء الله ياكلوا معانا وكده، ببقى عامله اكل كتير
يعني نهار ما كنت عامله المحشي والبط والاكل اللي له نصيب جه كل منه. بصراحه المحشي كان جميل والبط كان جميل. خشوا وشوفوا الفيديو بتاع المحشي والبط يا حبايب قلبي، بجد جميل جدا. والبط انا كنت مستصغراه، بس بصراحه اما اتحشى بقى جميل جدا، وكان مسكر قوي احسن من البطه الكبيره. يعني انا لما عملته عجب جوزي وعجب عيالي، قالوا لي لا ده جميل قوي احسن من البط الكبير. ما بيكون البط كبير قوي ما بيبقاش حلو. قلت لهم ازاي؟ ده بيبقى لحمته جميله وحمرا. قالوا لا ده دوت لحمته مسكره عن البط الكبير. قلت لهم خلاص ماشي نعمل منه. دول بقى قلت ايه، ننضفهم ونظبطهم ونعملهم ونعمل شويه رز جنبهم وشويه سلطه. بصوا يا حبايبي انا قصيته كله اهو، هنضفه بقى بالسكينه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي ده لون البصل عامل ازاي. انا غسلت الرز برخر اهو وجهزته، وادي البصله خلاص احمرت خالص اهي. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالرز عليه. هجيب ميه وهرجع لكم تاني. الرز يا حبايبي انا عملته، هسيبه بقى عم يتشرب هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي ادي السمك اهو، انا مملحاه بقليه اهو. وادي الرز اهو بسم الله ما شاء الله اهو. اهو بصوا شكل الرز عامل ازاي. هقلي السمك كله وعملت السلطه، عملت سلطه والسمك والرز واقلي السمك. هو ده يا حبايبي كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان اعمل فيديوهات كتير حلوه. وقولوا لي ايه رايكم في الحاجات اللي انا جبتها، واكتبوا لي كلام حلو في الكومنتات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.